ساعات، وهذه فكرة نحكي فيها برشا أنا وهيفا، ساعات كي نحكيو على الموقف النسوي من الأمومة، الحاجات البوادر اللي تجي للذهن هو تفكيك قدسية الأمومة، نفي الفطرة متاع الأمومة، اللا إنجابية بالضبط. وأنا وهيفا ممكن تجمعنا الفكرة هذه تستفزنا شوية في نوع متاع، يعني في نوع متاع ترزيم الكلمة ترزيم. وانا كنا نعبر عليها جست معناها فكرة زايدة ديما الطوس الثنائية معناها انه معناها يا انجابية يا لا انجابية، يا فطرة يا مش فطرة، وهي الامور مش بالبيناريتي هذه. وانا نحب معناتها بونا سختها وليت اصلا فديت باش نعرف بروحي نسوية خاطر وليت الحاجات كي تقولش عليها أجندة، يعني أنت نسوية فهم 1 2 3 4 شنو ما اللي زيدين متاعك، ألوغكم مش صحيح. أصلا أنا تبنيت النسوية في مرحلة شبابي على خاطر هي كانت تفتح مساحة أوسع للتفكير من الفكر التقليدي، يعني أنا مش نخرج من مساحة ضيقة المساحة تولي ضيقة. أنا الفكرة إنه إحنا رانا بالعكس، رانا إحنا نحبوا نفكوا الحاجات بالضبط. هو الفكر النسوي هو فكر تفكيك المنظومة التقليدية أو المنظومة، معناتها المنظومة الموجودة باش نلقاو أفق من الإمكانيات.